والله انا مع الاداره دي نفسي اشوف لها مطالب بتتحقق. للاسف الاداره بتاعتنا رغم الانجازات اللي بتحصل ولسه متكلم عليها وواصفها بانها افضل او الافضل في ادارات في اخذ البطولات وكمان النتائج اللي حصلت عالميا للنادي الاهلي، ويطلعوا الاهلي لمنظور عالمي بشكل مخيف. يعني حقيقي ما كناش نتوقع ده. ما شاء الله في خلال 5 سنين ولا 6 سنين تاخد 4 دوري أبطال أفريقيا وغير البطولات العالمية غير. بس رغم كل الإيجابيات دي عندها نقطة سلبية صعبة، اللي هي إيه بقى؟ إن أنا نفسي مطالبنا تتحقق. يعني الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع حكم الفيديو. تمام، شفت البيان ده؟ ولا حد هيرد عليه ولا حد هيعمل بيه ولا حاجة هتحصل. السنة اللي فاتت هكذا، والسنة اللي قبليها لا ايه، الاهلي خسر فيه الدوري او من 3 سنين. يا لهو على البيانات اللي كل يوم تحصل ونشتكي حكم كذا ونشتكي حكم كذا وبرضه يجي لك الحكم اللي هو الاهلي بيشتكي ده اصلا. يعني تلاتة يعني حكم 3 ماتشات لينا من ضمن 6 ماتشات ليه؟ يعني جيب لي حاجة في العالم بتحصل كده. يعني لوبيا، احنا هنا لوبيا. يعني يعني في النهاية اتمنى من ادارة النادي الاهلي اما تاخد قرار تبقى درساه وتصعده، مش تدي بيان وتقول تحقيق وخلاص الموضوع يتنسي وثبت الجمهور وخلاص. يعني نتمنى فعلا لو في يعني حاجات زي كده بتحصل، لان هي وملموسة ومعروفة بصراحة يعني ومشبوهة، لا نشوفها ونحلها. يعني ده للاهلي او للزمالك او لغيره، مش على نادي معين، مش على حاجه معينه او للنادي الاهلي بس. فنتمنى اصلا ان يعني الكره المصريه تتقدم، عشان احنا خلاص والله قضينا من اللي احنا بنتفرج على الدوريات الاوروبيه ونستمتع. ودوري ابطال اوروبا اللي كان من يومين مقدم لنا كره خرافيه، نفسنا بس نشوف ربع الكلام ده يا جدعان والله. ونفسنا نشوف نص ايه، حته من التنظيم بتاعهم. السلام عليكم.